السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم خواتاتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال بعد ما فوتنا رمضان وفوتنا العيد. أكيد ما رجعنا للمأكولات التقليدية. لهنا حبيت ندخل معاكم ديريكتومون في الأكلة. يعني واش حابة نوجد الفطور تاعي الغدا. هنا عندي البصلة مفرومة وعندي كذلك حبة طماطم حبة فلفل، والبهارات أكيد هما الأولين يعني الكروية اللي هي راس الحانوت وكذلك فلفل أحمر. ومن بعد ان شاء الله تزيدوا لها طماطم مصبره والزيت كي تكونوا رايحين تشحروها في المقلاة. وكذلك عندي العجانه اللي هنا راه فيها العجين معجونه. راح نوجد لاصوص بعد هي نحيدها عليا نحطها تكتك. ومن بعد ان شاء الله نرجعوا العجين مع بعضنا. وباش ما ننساش مادامني في اول الفيديو ان شاء الله نرحب بالناس اللي دخلوا عندي جداد ونقول لكم مرحبا بكم نورتوني والف مرحبا. وشكرا شكرا بزاف اللي تفاعلت معايا ودخلت معايا ان شاء الله القناه. نحاول ان شاء الله نقدم ما يعجبكم. هذه البنات السنية يعني ما تدوش عليها، كانت عندي اللون تاعها هذاك المارو. درتها صبغتها باللون الاسود ودوكا عاودت من الغسيل والمداومه دائما رجعت للون تاعها الحقيقي. لهنا كما قلت لكم راح نبداو العجين مع بعضنا نلوزو. هذه المحجوبه البسكريه يعني قد من نطيرو قد من نفنو نرجعو المأكولات التقليديه نتاعنا. خاص كي نتوحشوها لازم نديروها سورتو نتفكروا الحراره ونتفكروا الحوايج هكا الحاره والحامضه اكيد نرجعوا نديروها باش نمسحوا بها قلوبنا. كما تعرفوا كنا صيام ولينا بزاف ما ناكلوش يعني الحراره كما نقول في وسط رمضان وكذا. تكوني مشتاقه لحوايج كما هذه شخشوخه محجوبه حسوه. وهذه هي البنات راكم معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساوش لايكات تعليقات وبارطاج مع احبابكم واصحابكم. ان شاء الله نطلعوا هذه القناه الصغيره بكم انتم حبيباتي مسانديني وان شاء الله تبقى معايا. وان شاء الله كما تشوفوا القناه هذه دائما تقدم لكم يعني المحتوى اللي يعجبكم. كذلك سواء روتينات في الدار او فلوقات طبخ. يعني شي اللي قدرت نوصله مع حباباتي نوصله لكم. ولما لا احنا ماذا بين القنوات هذه دائما تكون هي في الامام ومقدمه. لان الصراحه نستفاد منها كثيرا. كاين بزاف يعني صراحه محتويات من كل واحد واش يحب يتفرج. كاين اللي تحب يتفرج مثلا محتويات هكا تاع روتينات وطبخ فلوقات. كاين اللي مثلا يتفرج اشرطات تاع الحيوانات. كل واحد واش عزيز عليه وين يحب يعني يتابونا ويريحوا قلبه هذاك هو. ان شاء الله يعني نكونوا على قدر المستوى ونقدموا الحاجه تعجبكم. لهنا البنات راني في لاصوص درت كما نقولوا شحمه. قطعتها شوي شوي وزدت الطماطم الصبره والزيت والملح وحطيتها تشحرت يعني وطابت. لاصوص هذيك نحشوها هنا في الكسره يعني اللي هو العجين. من بعد في طريقه الطبخ كل واحده وطريقتها. كاين اللي ديرها مدوره بحالي انايا وكاين اللي ديرها كاري وكاين اللي تحطها ديريكت في الطاوه وتحط لاصوص. انا نحط لاصوص هنا في العجين بعد ني مازال مش طايب. ومن بعد نهزها كما شفتوها بالطريقه هذه ونحطها فوق الطاوه. هنايا سما تقريبا راني كنت نكمل يعني الطياب تاعنا حضرت المحجوبه وكملناها. تغدينا بالخوف بالزربه خاطر ما كنا خارجين. وللاسف نسيت ما صورتهاش معاكم من داخل يعني صراحه تجي شيشه على الكيف تجي حاره حامضه المحجوبه هذه. صراحه الدوخه تاع الصيام كما يقولوا. ومن بعد خرجنا البنات حبيت نشارك معاكم هذا واحد الكرنفال داروه وكنت درت لايف عليه. صراحة بزاف الناس اللي عجبهم وجاب يعني اقبال كبير. الناس اللي دخلت معايا في اللايف شكرا شكرا لكم بزاف اللي راكم في الاستماع. صراحة ما درتش يعني بزاف في الفيديو عليه ما درتش درت هكا كيما نقولوا مثلا في المناج اللي بما ان رانا عطلة تاع الوليدات دركا عطلة الربيع راني خرجتهم المناج بعد ما تغدينا وكملنا. ديتهم شويه يبدلوا الجو. راكم تعرفوا يعني هنا في الغربة هذه هي الملجأ الوحيد اللي يعني نلجأوا له. ما كانش مكان واحد اخر باش نروح نعقبوا العطله تاعنا. لا خاص نعقبوها بالدراهم ما نعقبوهاش يعني في دار الجد ولا في دار الاخ ولا في دار الاخت. ما كانش هذه خاص تروحي تعقبي الكنز جور هذيك. كل ساعه وين تروحي تسلكي وصاي باش تعقبي الوقت لوليداتك ويفرحوا شويه ما يبقاوش غير الدار. وهذه هي الفايدة تاعنا في دراسة أولادنا وفي فرحة أولادنا وقرايتهم. وإن شاء الله يا ربي يحفظ كل وليدات المسلمين يا ربي وتشوفوهم في أعلى المراتب وين حابين تشوفوهم إن شاء الله ربي يوصلهم.
أنا دور هكا. كاين اللوغو، شوف كاين فريز كافي. شربي مانغ كريول ناتيلوسو فيوليت. كوموندينا في الدخلة تاع فلانش لهنا في واحد الغوستورون فيها الكلاص يعني يجي الماكلة يعني اللي حبيتي عليها. كوموندينا في الماشينات هذو اللي اون فاس ليكم البلون فيهم واحد الطابلات كبيرة تكوموندي تبقاي تستناي اون فاس هكا لاكاس ويعيطولك بعد ما توجد لا كوموند تاعك. وهذه هي خواتاتي راكم معايا حتى لاخر الفيديو. وهنا بعد ما عقبنا الخرجة تاعنا في البارك وكان الجو سخون شوية وزدنا شحطنا من هذيك البصل يعني المحجوبة اللي تغطينا بها. قبضنا يعني العطش هيا قلنا ندخلوا شويه ناكلوا الكلاص نبردوا به شويه قرجمنا. شو حنديروا خاص لي شويه الجو بالدراهم ما عندك ما حد ديري وراح تروحي لازم تزلقي الدراهم. وربي ان شاء الله يرزقنا من حيث لا نحتسب. الغالب هذه البلاد صراحه الا قعدتي فيها خاصك ديما تفورني وصاي ما عندكش كيفاه ديري تخرجي تخلصي الدراهم تقعدي في الدار تتغمي. ما عندكش حل واحد اخر ان شاء الله يا ربي يكون معنا ويقوينا ويقدرنا على الغربة. وان شاء الله يا ربي نوصلوا لمرادنا ويحقق امانينا ان شاء الله ويحقق امانيكم كذلك حتى انتم يا ربي يسهل على كل واحد اللي متمني خدمه اللي متمني زواج اللي متمني وليدات الله يسهل على الجميع ونقول لكم شكرا على المتابعه ومع السلامه.